اكفنا شر الناس، مكرهم وحسدهم وغيرتهم وكيدهم وأذاهم. الله إعلام من يكذب ولا خير فينا إذا لم نقول الحقيقة. الآن ثبت بالأدلة القطعية أنه فعلا هناك استقواء مغربي بالكيان الصهيوني على الجزائريين. نقولها بالمفتوح، نحن وقفنا ضد الجزائريين وهم يجددون هذا الفرية عندما كنا نعتبرها فرية، لكن المغاربة والسياسة المغربية نفسها أثبتت أن هناك استقواء مغربي على جارتهم الجزائر. مش من عندي هذا الكلام، منكم أنتم كمغاربة، من سياسة بلدكم أنتم كمغاربة، مع كل احترامي وتقديري للإخوة المغاربة المعارضين للتطبيع والمعارضين لأن يروا أي صهيوني داخل بلادهم. بلادكم أكدت ما كانت تقوله الجزائر بغباء، بذكاء، بقصد، بدون قصد. الآن هذه الفرضية أصبحت حقيقة. جامل الأفاعي، فالأفاعي كلما جاملتهم كلما قتلوك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بأحوال جيدة إن شاء الله تعالى. هذا الموضوع ديال اليوم بغيت نرد على هذاك الانسان اللي سميتو الشرعي، لان عطيناه واحد القيمه اكثر من اللي تيستاهل، ودابا تيقول لك لا حقه. ولكن الكلام اللي وجه للمغاربه ونقص من الذكاء ديالهم ونقص منهم واعتبرهم بحال اغبياء، لا المهم غادي نجاوبه. قال لك خرجوا قنوات تيهضروا عليه باش يطلعوا المشاهدات على حسابه. وهذا نقول لك ان الاغلبيه ديال الاخوان والاخوات هدفنا ماشي المشاهدات. انا غادي ندير الفيديو واخا يشوفوه عاميه، المهم راه وصلت وعطيت واحد النظره انني تندافع على بلادي وتندافع على اللي تيمس بلادي وتيمس مقدساتنا. انا ماشي هدفي ان المشاهدات ولا هذا. كون بغيت المشاهدات كون درت روتيني اليومي ولا درت حياتي الشخصيه ولا درت حوايج اخرين نبان فيه، مثلا نبان انا، ولكن بغيت صوتي وصل، لان ماشي الهدف ديالي انني نتشهر ولا الهدف ديالي اننا يعرفوني الناس، ولا بالعكس. انا هدفي الوحيد هو انني بغيت نوصل وبغيت ندافع على بلادي اللي تيتجرأ على بلادي وتيمسو، زي يمس مقدساتنا، يمس ملكنا، يمس بناتنا، يمس جميع الاشياء التي تخص بلدي. هذا هو هذاك الغيره اللي عندنا على بلادنا هي اللي تخلينا اننا نديروا قنوات. اما الحمد لله حنا عايشين بهذا اليوتيوب ولا بلا يوتيوب، حنا باليوتيوب يلاه درتناه تندافعوا على بلادنا وبغينا صوتنا يوصل. اما الانسان نتوما دابا الاكثريه اللي فيكم دابا تديروا الموضوع ديال المغرب باش يطلع لكم المشاهدات، وهذا انت خليتي الموضوع ديال بلادك اليمن اللي فيها مشاكل كثيره وحرب اهليه وهذا، وتنقزتي من اليمن تتجبد المواضيع ديال المغرب. انت اشنو بينك وبين المغرب؟ انت بعيد على المغرب. انت لو انك تقول كلمه الحق هضر كلمه الحق هضرها على بلادك، كلمه الحق ولا انتقد هذوك الناس اللي حاكمين بلادك، ولا قول لهم ديروا فعلوا تركوا كما تقولوا المغرب فاعل وهذه وهذا. توجهتي لنا هذا الكلام قاصح لانك قلتي المقبوحين حنا زعما تنعبدوا وتنديروا. الحمد لله حنا تنعبدوا، حنا مالكنا هذاك، وانتم شغلكم واش حنايا نعبدوه ولا نبوسوا ليه اليدين ولا نبوسوا ليه الرجلين. حنا راضيين على داك الشيء. حنا وانتم مالكم؟ انتم مالكم؟ انت هضر على بلادك، على مشاكلك، على مشاكل بلادك، على مشاكل اللي تتخبص فيها بلادك. ولكن اشنو جابك انت انك تهضر على بلادنا؟ اشنو؟ لان المشكل ديالنا ان المغاربه عطاو قيمه فوق اللي تستاهلها، عطاو قيمه كما قلتي انت انك هذيك القيمه ما تستاهلهاش، لان ما شفتش ان شي مغربي
ما عشتش ان شي مغربي ولا مغربيه تتجبد بلاد اخرى ولا تتنتقد بلاد اخرى ولا تتنتقد السياسه ديال بلاد اخرى. حنا خليونا عليكم، حنا بعادين عليكم، وشوف المشرق فين وحنايا فين، ودابا وليتوا تجبدوا في المغرب في اي مساله تجبدوا المغرب. حنا خلينا لكننا مزيانين دي حنايا المغاربه بيناتنا، الا ما كنا خايبين المغاربه بيناتنا، الا كنا ما تنسواوش المغاربه بيناتنا، خليونا يا كنا بوحدنا يا حنا بوحدنا في عالمنا. نتوما مالكم دابا اشنو خاصكم بسياستنا وبمليكنا وبمقدساتنا؟ اللي جا ينتقدنا، اللي جا يعيرنا، اللي جا حنا عبيد. حنا عبيد، حنا عبيد، حنا عبيد. اللي بغيتوها قولوها فينا، حنا عبيد. تقولوا التطبيع التطبيع الدول كلها العربيه مطبعه، حتى فلسطين اللي تقولوا انها حتى هي مطبعه. هذاك عباس مالو مع من تيجلس؟ ماشي مع الاسرائيليين، مع من تيتفق؟ ماشي مع الاسرائيليين. ومع من تيدير تيلاقي دوله باسرائيل، وهو اللي تيتواسط معاهم. هذا الشيء انتم تتناقضوا مع انفسكم. المشكل ديال العرب انكم تتناقضوا مع انفسكم. يا لان ما تتلقاوش علاش تنتقدوا. خاصكم تاكلوا في بعضياتكم، العرب مع العرب وهذا. ولكن المغرب بزاف عليكم، انا نقول لك المغرب بزاف عليكم باش تجي بجوج وجوه وتجيب النفاق وتلاصق الاخوان المغاربه بيناتهم، واحد جماعه معاك وجماعه ماشي معاك. وانا من هذا المنبر انا تنوقف مع الاخ الياس نيوز، لانه تيقول هذاك الغيره ديال بلادو، تيغار على بلادو، تيهضر هذاك الشيء اللي قلتي ما دخلش لينا لقلبنا، مسيتينا في العمق ديالنا. ملي انه لا المغرب ما ينتج حتى ولا ما يصنع حتى دراجه ناريه، ما يصنعش انه تتحب المغاربه بحال الاخرين. ما غاديش انا ما نقولش بلدان اخرين، راه المغاربه اذكياء. ديرها في بالك، هذه ديرها في بالك. الا ما كنتيش انت تعرف المغاربه، ها هما في اوروبا كاينين اطباء، كاينين علماء، كاينين اللي بغيتيه كاين هنا. ها هما هنايا كشتي الشباب ديالنا تياخذوا، هم قراو خداو شهادات وهذا، ولكن خداو التجارب. وها هو كيما هاد الولد ديال اللي دار السياره الهيدروجينيه، راه فين زايد في اوروبا وتعلم في اوروبا، ولكن بلادو تتبقى هي المغرب. وملي اخترع بغى يديروا في سميه المغرب، لان الغيره ديالنا ديال المغرب ما تتسوى حتى شي ما تيعرفها غير حنايا. اما نتوما انت ننتقد هاد يا شرعي، انتقد بلادك ونتقد السياسه ديال بلادك ونتقد اللي تيحكموا بلادك ونتقد الفقر اللي فيه بلادك. عاد جي يهضر على المغرب، عاد جي يتصنتوا لك هما ويتسمع صوتك هما، وصيب شي حاجه من هذاك الشيء اللي تعيش بلادك. وديك الساعه عاد هضر على الغير. فهمتيني؟ الا كنتي سياسي وكنتي انك انا اللي تنعرف ان السياسيين اللي تيهضروا على الحق ان مهما داك ما تيغيروش الفكره ديالهم، ما تيغيروش المعتقدات ديالهم. اختلف مع اسعد الشرعي كليا. وانا قلتها ليه، قلت لي انا اول واحد غادي تصدى لك لانك اسأت للمغرب بقضيه ملي كتقول حنا ما يمكنش نصنعوا سياره، وملي كتقول كتقارننا حنا مع الجزائر. نحن لا نقارن مع الجزائر نهائيا. انا قلت هذا الكلام مباشره، قلت لي هذا ما يمكنش انني انا نسكت على غنتصدى لك، ولكن انا ماشي من طبيعتي انني انفعالي منذ البدايه، وغنجي ونعرف علاش تصدى في هذه القضيه هذه، هذه المساله هذه. حنا دوله الان كتصنع عندها علامه ديال السياره، عندها علامه ديال الا فاجاتكم لا فاجات المشرق شهور ما دار. ولكن قلت لي حنا هاد الامور هي كتشوفها قدامك. ايضا انا مختلف معاه كليا، كنقول لي اودي التوابيت ديالنا حنا خط احمر. قلتها المساله هذه التوابيت ديالنا حنا مختلفين على مجموعه ديال الدول. حنا راه دوله، وقلتها مرات متعدده. ايضا قضيه ديال المغرب واسرائيل انا مختلف معاه كثير طولا وعرضا.
لانني انا قلتها مرارا كنهضر بالعلاقات الدوليه وكنهضر من الامه المغربيه لانه عندنا مكون حنا ديالنا اللي هو مكون يهود مغاربه اللي كيتقاتلوا على البلاد. هاد الحوايج الهضره ديال القوميه وديال ديك الامور كلها ما كتدخل لي انا اللي قلتها مرارا، وتعرضنا حنا انتقادات. بالمناسبه هذا الكلام الذي اقوله على العلاقات المغربيه الاسرائيليه وعلى دفاع على اليهود المغاربه، جزء منا كاينين مغاربه كينتقدوني انا بالسب والشتم على هذه المساله هذه. وهنا خوتي غادي نكونوا بالمرصاد لكل من يتجرأ على أن يمس وطننا بكل ما استطعنا، بأقل ما استطعنا ندافع على بلادنا، لأن بلادنا في الآخر ستبقى بلادنا، وما من نسمحوش لأي واحد أنه يتمادى ويمسنا في بلادنا وفي مقدساتنا وفي وطننا، لأن وتيمسونا في ملكنا. هذا حدود ما خصهاش، هذا خط احمر، مقدساتنا خط احمر ما خصش حتى شي واحد يتجاوزها. هنا ما يبقى لي الا نودعكم في فيديو قادم ان شاء الله، وتنتمنى انكم تشجعونا بالاشتراك وباللايكات باش نسمع صوتنا وباش هاد القناه تكبر بوجودكم ان شاء الله باذن الله. شكرا.